عشان انت ما ينفعش تقعد كده، اعمل فلوس. هو انت اكيد جه في دماغك سؤال ليه سوق الفوركس واخد مساحه اكبر من باقي الاسواق؟ رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. باختصار كده يا معلم، انت لو دخلت بورصه فيها 5000 شركه طبعا هتسال نفسك كل شويه اختار انهي سهم فيهم وعلى اساس ايه؟ ده اذا ما كنتش اصلا بتفتح الشارت وبتقول السهم ده شكله حلو تعالى يلا عشان اشتري. دي مسكره. سوق الفوركس بقى اسهل بكتير، هي بتبقى عمله قصاد عمله، يعني اقتصاد قصاد اقتصاد وخلصت اهو. وبعدين انا ايه اللي يخليني لا مؤاخذه اقعد اتفرج على الفيل والفيل وهم مع بعض؟ ركز معايا في الحلقه دي بقى يا صاحبي، عشان لو ترجمت محسوس زي ده اوعدك انك هتاكل من ورا الشهر. دول هم اللي اكتشفوا مرض البلهارسي. يما في ايه؟ بص يا صاحبي، في سوق الاسهم لازم تذاكر تقارير وارباح ومين مجلس اداره الشركه، حتى الديون اللي على الشركه مش بتحلك لازم تكون عارفها. في الفوركس بقى عمله قصاد عمله، يعني اقتصاد قدام اقتصاد، اللعبه اوضح وتركيزها اقل، حتى قرارك بيكون اسرع. بس سوقك كان مش محتاج بقى تعرف مين مجلس اداره الشركه ولا محتاج تعرف الديون اللي عليك، هو انت بس بتدرس اقتصاد الدوله دي وهتلاقي عملتها مزاملها طبيعي يعني. ايه رايك لو زودنا المبلغ وخليناه 20 مليون دولار مقفولين؟ ملوك اللعبه في الفوركس بقى 8 عملات زي ما قلنا قبل كده، دول اللي بيتحرك عليهم العالم مش السوق بس، ده طبيعي عشان العمله مرايه لاقتصاد دولتك. تعالى بقى ناخد مثال يبسط لك الفكره اللي انا عايز اوصلها لك في الموضوع ده. لا طب تعالى بس، تعالى. اي خبر في امريكا ممكن يولع الدولار، واي قرار في اوروبا ممكن يحرك اليورو، فالطبيعي هنا مش لازم تكون دارس السوق كله. انا لما بحط حد في دماغي بصدع. في الفوركس كفايه عليك يا صاحبي تمسك زوج من العمله وتفضل تشتري وتبيع فيها. اها زي ما وعدتكم وما كملناش نص جمعه. وانت بتتداول في سوق الفوركس لازم تختار عملتين مش عمله واحده، والفكره هنا بتتلخص انك مثلا لو اخترت اليورو دولار وانت بتاخد صفقاتك بقى بتبيع اليورو وتشتري الدولار، او العكس صحيح بتشتري اليورو وتبيع الدولار. جرسون هات لي المنيو. واحسن ازواج ممكن تبدا تداول عليهم لحد دلوقتي زي مثلا الدولار قدام اليورو، والدولار برضه قدام الاسترلين، والين قدام الدولار، شفت كلهم فيهم دولار. امين فصل يا جدعان زي ما قلت. لا اضرب بالقلم اوطي لا. ده لان السيوله عاليه والسبريد قليل والحركه، فلو لسه مبتدئ نصيحتي ليك اوعى تبدا في الازواج النادره وتقول انا بطل، ابدا وحاول في السهل قبل ما تحاول تبقى بطل في الفوركس. بقى دي مشاكلكم العائليه حلوها مع بعض، انتوا مش عايزين روحاني، انتوا عايزين حد يربيكم والله العظيم. بس حلو بقى هنا في الموضوع انك بتكسب في الطالع والنازل، بمعنى ان لو السوق طالع اشتري ولو نازل بيع، لانك في الحالتين بتشتري عمله من الاثنين، يعني مش زي سوق الاسهم لو السوق وقع بتقعد تسال نفسك هي الفرصه هتجيلي امتى. الله يخرب بيتك. في الفوركس بقى لو السوق عملها وقع وقعته بقى دي بتكون في عمله واحده، انت بقى بتشتري الثانيه وبتكسب منها. يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه. في الفوركس في الاول كانت لعبه الكبار زي ما قلنا قبل كده، بس مع ظهور شركات الوساطه والرفعه الماليه الدنيا بقت هيصه وبقينا نعرف ندخل في الحوار، بس زي ما قلنا قبل كده الشركه بتقول لك المكسب لينا والخساره ليك لوحدك كمان. طيب نفيس الفلوس في البورصه هو الحل. والحوار ده ممكن تشتغل فيه دلوقتي من غير رفعه ماليه، بس محتاج مبلغ كبير شويه. 16 جنيه و40 ما سنت. ترميش ودانك بقى لاي حد ممكن يقول لك من غير رفعه ماليه تشتغل في الفوركس. جماعه كده عيب، احنا مصريين زي بعض. وانت بتتداول في الفوركس لازم تخلي بالك من حاجه اسمها هامش، اللي هو السبريد، مكسب شركه الوساطه، وده طبعا عشان لو السوق عكس الشركه هتقول لك زود فلوسك لا اما اقفل لك الصفقه دي. لو تداولت في الفوركس من غير اداره راس مال هتودي حسابك في ده. مين محمد صلاح فخر ده؟ اكيد فاهم فكره انك تقدر تفتح حساب وانت في مكانك بهويتك، والكلام ده على مستوى كوكب الارض، وتودع فلوس وتبدا تداول، بس اهم حاجه لازم تكون عارفها هي التراخيص اللي في الحوار، ودي معظم اسامي الجهات اللي بتراقب الموضوع، فلو شركه الوساطه مش عليها رقابه فلوسك اكنك اشتريت بيها سمك في عيب الفوركس بقى انه حساس للاخبار زياده عن اللزوم، ممكن يتحرك 100 نقطه في خبر واحد مثلا، بس كلامي هنا مش على اي خبر اكيد، انا قصدي على اخبار التقيله، قرار فيدرالي، بيانات بطاله، توتر سياسي، حاجات كده من اللي بتخلي الاقتصاد يتهز. انا شغلتي شغله مزاج يا استاذ مش لعبان. بعد كل الرغي ده بقى المشكله ما بتبقاش في السوق، المشكله بتبقى في الطمع والخوف عندك. معلش بقى ما عزمتكش على حاجه تشربها، ما انا يهودي. طمعك لما تكسب صفقتين وتقول انا بطل، السوق بقى يسمع الكلام ده يقوم مشطفك في حسابك كامل. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت، انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاص. وفكره الخوف هنا انك بتستعجل وبتقفل كل صفقه، ويا ريتك بتقفلها على مكسب، دي بتكون على خساره، وبعد كده السعر يكون رايح للاتجاه فتخش متاخر فتخسر برضه. ركز معايا يا معلم عشان سوق فوركس زي صيد السمك بيعلمك الصبر. اهم حاجه في الصيد الصبر. ايا كان مين داخل السوق ده بيكون داخل بغرض المكسب، بس الكلام ده طبعا مش عشان البنوك المركزيه، دول بيبقوا موجودين عشان يحموا عمله بلدهم مش اكتر ولا اقل، يعني البنوك المركزيه لما بتقرر تخش سوق الفوركس السوق كله بيهدى. افتح لي ام الخزنه دي حالا. سوق الفوركس مش نصب ولا سبوبه ولا برنامج مراهنات، الا لو انت داخل بتراهن يعني. مبروك خسرت كل حاجه وكسبت النضاره دي حلوه. نصيحتي ليك ادرس الزوج اللي انت داخل تتداول عليه وركز على الزوجين مش اكتر في الاول، وانا وعدك ان الفوركس ساعتها هياكلك من ورا الشهر، وانا هيطلع لي ايه منك يا معلم؟ وبس كده ما كانش حوار من الاول يعني. انا جيت اتفها فنفخت. تعمل يا جدع الويك اقروا لي قول لي الله ينور المطل اشتمني.